لو مش عايز تدعي لنفسك ادعي لغيرك، بجد. لو مش عايز تدعي لنفسك ادعي لغيرك. وعارف انت في دعوتك لغيرك دي بتعمل ايه؟ انت بتخلي ملك عمره ما اذنب ذنب بيدعي لك. عارف لما تقول اللهم فك كرب المكروبين، عارف ربنا ممكن يفك يفك كروبات انت ممكن تقع فيها قد ايه. لو قلت اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. انت شايف في الدعوة دي انت بتحقق فيها كذا، كذا حاجة. بتدعي اولا، بتدعي بتصل اللي بينك وبين ربك. تاني حاجة بتدعي لغيرك بظهر الغيب. تالت حاجة بتخلي ملك يدعي لك. يعني انا بحس ان في الدعوة لغيرك دي بظهر الغيب، بحس ان فيها قوة كبيرة جدا، فيها زخر ليك انت لقدام، فيها حاجات كتيرة جدا. بس اللي يتعظ او اللي يعرف او اللي يتعلم. يعني لو قلت مثلا دعاء، شفت حاجة حلوة مع حد ونفسك بجد فيها، لو قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهم إلا أنت. ايه الدعوات الحلوة دي؟ ايه الحاجة الحلوة دي؟ انت بتنقي نفسك من الغل والحسد. انت بتعمل في نفسك معروف. يعني انت بتقرب من ربنا. انت عارف يعني ايه انك تشوف حاجة حلوة مع حد نفسك انت فيها جدا او انت محتاجها جدا وتدعي له بالبركة والخير. شايف الرقي كده والعظمة وانك كده احس ان انت فوق طاير كده، ان انت بعيد عن كل البشر، بعيد عن القرف اللي تحت، بعيد عن حاجات كتيرة جدا وحشة. انا بحس ان الدعوة للغير دي بتعمل حاجة كده زي كومبو، 5 في 1، 10 في 1 كده. يعني حاسة ان في حاجات كتيرة جدا ليك، يعني غير ان نفسك وقلبك كده بيكونوا صافيين. انت بتشهد لربنا يعني بالوحدانية، لان انت بتدعيه، انت بتدعي ربنا. يعني انت بتدعي مين؟ بتدعي ربنا. فهو الواحد الأحد بتدعيه لأن انت عارف ان هو لا إله غيره، وان هو القادر على ان هو يستجيب للدعوة دي. فده برضو شهادة لربنا بالوحدانية. أنا أعرف ناس ربنا كرمها من كتر دعائها لغيرها بظهر الغيب. لما بتشوف حاجة كويسة عند حد بتدعيله بظهر الغيب بالبركة، ربنا بيكرمها بالمثل. انتوا متخيلين يعني ايه ناس ربنا كرمها بدعائها لغيرها؟ هي اكيد مش ناسية نفسها، اكيد الناس دول مش بينسوا نفسهم، ولكن بيحبوا الخير لغيرهم. طالما انت فرحت بالنعمة اللي عند غيرك وحبيت له الخير، ربنا هيرزقك بيها ان شاء الله. واعرف ناس كمان بيدعوا لناس في بينهم وبين بعض مشاكل. والله العظيم اعرف ان في ناس بتدعي لناس تانية، ممكن ناس تانية دي بتحقد عليها او تكرهها، بيدعوا لها. ده كل ده ترقيق للقلب. كفاية ترقيق القلب. يوم يعني لو كان في قلبك لحد كره، او مثلا او غل او حسد، هيتلاشى. ويوم بيوم هتقرب، تلاقي نفسك قربت لربنا اكتر، وربنا اكيد هيديك ثمار دعوتك لاخوك بظهر الغيب. وهتحس ان قلبك اللي كان مليان حقد وغل وكده بقى راضي ومستريح. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وبإذن الله ربنا يكرمكم بكل الخير والبركة والرزق، وكل المسلمين والمسلمات جميعا يا رب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.